مضت الليالي وجاء رمضان شهر العبر والعظات. مرحبا بكم في برنامج صحبة وسيرة. اليوم نروي قصة نبي تثبت أن بعض النهايات ليست إلا أبوابا لبدايات أعظم. قصة رجل ضاق صدره ففتح الله له أبواب الرجاء. يونس عليه السلام نبي دعا قومه وواجه عنادا طويلا، ومع ثقل الرفض وقع ما يقع للبشر. ضاق صدره فترك قومه قبل أن يأذن له. ركب البحر كأنه يهرب من ألم مهمة، لكن القدر كان ينتظره هناك. عاصفة، سفينة تتمايل وقرحة تقع عليه، يلقى في البحر فيبتلعه الحوت. ظلمات ثلاث: ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت. وهناك في أضيق مكان يمكن أن يصل إليه الإنسان لم يكن معه شيء إلا قلبه، فخرجت منه الكلمات التي تصنع النجاة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء اعتراف لا تبرير، وتوبة لا جدال. يونس عليه السلام لم ينتصر بقوة ولا بحيلة، انتصر بالرجوع إلى الله. الابتلاء لم يكن نهاية الرسالة، بل تصحيحا لمسارها. وفي اللحظة التي ظن فيها أنه آخر الطريق، كان في الحقيقة عند أول باب الفرج، فكانت النجاة ثم العودة ثم اكتمال المهمة. أيها الأحبة، قد لا نكون في جوف حوت، لكن كثيرا منا يعيش جوف هم. ضغط نفسي، ذنب يثقل القلب، أو مشكلة تشعرك أنك وحدك. خذوا من يونس عليه السلام مفاتيح عملية لرمضان. إذا ضاقت بك الدنيا، ارجع إلى الله أولا، لا إلى الضجيج. إذا أخطأت، اعترف ولا تبرر. إذا تكرر الذنب، اجعل التوبة قرارا يوميا لا لحظة عابرة. واسأل نفسك الليلة: ما هي ظلمتي التي أريد أن نخرج منها؟ وما هو الدعاء الذي سأكرره بصدق حتى يفتح الباب؟ في هذا الشهر الكريم تذكروا: حين تنقطع الأسباب لا ينقطع الرجاء. شاركونا في التعليقات ما أكثر دعاء تلجأون إليه وقت الكرب. ألقاكم غدا في رحلة جديدة مع سيرة تحيي القلوب. دمتم في رعاية الله. أستودعكم الله.